أليو بادجي واحد من المهاجمين المميزين اللي ارتدوا تيشيرت النادي الأهلي، ولكن كان في علامات استفهام كبيرة على رحيله، واللي كانت بتمثل لغز كبير جدا لجماهير النادي الأهلي. لو عايز بقى تعرف قصة لغز بادجي شوف الفيديو ده للآخر. في 2020 وتحديدا 16 يناير تعاقد النادي الأهلي مع أليو بادجي قادما من نادي رابيد فيينا بعقد مدته 4 سنين، والصفقة دي كلفت النادي الأهلي ساعتها 2 مليون يورو. وأليو بادجي كان عنده 23 سنة. شارك بادجي مع النادي الأهلي في 25 مباراة، أحرز خلالهم 4 أهداف وصنع 8 أهداف، وده لأنه كان لاعب جماعي وكان بيستغل طوله في عمل محطة للعب والتوزيع لزمايله، علشان كده كانت صناعته للأهداف أكتر من التسجيل. وداخل المنطقة بقى كان فعال جدا وبيجيد ألعاب الهوا بشكل رائع، ده غير انه كان بيتمتع بالسرعة والقوة الجسمانية في نفس الوقت. ولو فاكر كده، من أهم مباريات أليو بادجي مع النادي الأهلي كانت مباراة الزمالك اللي قدم فيها مستوى رائع وكان أكتر لاعب فعال في الملعب. ولو مش فاكر بقى المباراة دي، عموما هي المباراة اللي عمل فيها أليو بادجي أسيست لمروان محسن، وكان ممكن ساعتها مروان يحرز منها هدف، ولكن ساعتها عمل نفسه من بالها لأنه كان فاكر نفسه اوفسايد. طب ايه حكاية لغز رحيله دي؟ يعني من الاخر كده ليه اتظلم في الاهلي ومين تحديدا اللي ظلمه؟ أليو بادجي لعب مع الاهلي في فترة رينيه فايلر، وكلنا عارفين ان دي كانت فترة ذهبية. المهم في مباراة ما بين النادي الاهلي وصن داونز واللي تعادلنا فيها 1-1 في جنوب افريقيا، وسجل ساعتها الهدف علي معلول. في المباراة دي تحديدا حصلت مشاداة بين أليو بادجي وموسيماني، ولكن كلنا ساعتها نسينا وقلنا خلاص، ولفت الأيام ودارت ويجي موسيماني يدرب النادي الأهلي بدل رينيه فايلر. وساعتها بقى أول قرار خده هو الاستغناء عن أليو بادجي. طب ليه كده يا عم موسيماني؟ انت حقك ما تلعبوش، ده لو في حد أعلى منه فنيا، إنما تمشيه دي صعبة قوي. وساعتها النادي الأهلي عرض على أليو بادجي الإعارة، واللاعب رحب لحبه للنادي الأهلي وما عملش زي جيرالدو اللي صمم ساعتها ياخد قيمة عقده بالكامل ويمشي مجانا. الأهلي ساعتها أعار أليو بادجي لنادي أنقرة في تركيا ب700 ألف يورو، وشارك معاهم في 9 مباريات وأحرز 4 أهداف. ولما خلص بادجي الإعارة، إدارة النادي الأهلي رجعت لموسيماني وقالت له: ها يا عم الحاج، محتاج أليو بادجي؟ قالك برضو لا. وساعتها قرر النادي الأهلي إعارة أليو بادجي لتاني مرة، ولكن المرة دي لإميان الفرنسي بكام؟ ب700 ألف يورو برضو، ولكن بقى المرة دي مع تفعيل بند الشراء، والتفعيل ساعتها كان بمبلغ 1,500,000 يورو. المهم الموسم ده أليو بادجي تألق مع نادي إميان ولعب معاهم 34 مباراة وسجل فيهم 14 هدف وصنع 3 أهداف. وهنا بقى قرر إميان الفرنسي تفعيل بند الشراء. بعد كده نادي إميان الفرنسي أعار أليو بادجي لنادي بوردو الفرنسي، واللي برضه لعب معاهم 43 مباراة، سجل خلالهم 5 أهداف وصنع 4 أهداف. الخلاصة أليو بادجي كان خامة مميزة جدا، وكان يقدر يفيد النادي الأهلي لعلى الأقل 5 سنين قدام، لأنه كان لاعب سنه صغير وإمكانياته الفنية رائعة. لكن بيتسو موسيماني كان ليه رأي تاني. هستنى تعليقاتكم علشان تقولولي هو بادجي فعلا اتظلم في الأهلي وخسرنا مهاجم كويس بحجمه، ولا كان لاعب عادي وما كانش هيضيف للفريق؟ وأخيرا بقى ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة وتتابعنا على صفحة الفيسبوك.